دي علامه استفهام كبيره محتاجه ان حد يقف عليها. منهم الحمد لله تحقيق سجنت 2. فده كان اعلى افيه بالنسبه لي حصل. فهو قال لي يعني انت هتجيب فاترينات ونحط فيها موبايلات للطلبه ولا هنعمل ايه؟ لا عملت ده كتير جدا. وما اتقفشتش ولا اتقفشت؟ الحمد لله ما اتقفشتش. احنا بنصور هيدن في حاله واحده بس. استاذ اسامه الديب، عامل ايه النهارده؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله زي الفل. احنا دلوقتي معانا كده فقره صغيره ولذيذه عباره عن questions بتتكلم عن situations حصلت معاك throughout شغلك و your journey. فجايز نبدا؟ يلا بينا. ماشي. حصل ولا ما حصلش اضطريت مثلا تمثل قبل كده انك سايح او زبون عشان تعرف تصور لقطه بكاميرا مستخبيه؟ حصل كتير. اوكي. واتكشفت ولا لا؟ الحمد لله ما اتكشفتش. بس وقت ما كنت بشتغل تحقيقات استقصائيه قعدت 7 سنين في حياتي، كان في جزء منها تصوير الهيدن او الهيدن كام. ده معروف جدا في التحقيقات الاستقصائيه، واستخدمت ده في 3 تحقيقات، منهم الحمد لله تحقيق سجنت 2. ده كلام خطير جدا. الحمد لله. اوكي. حصل قبل كده ولا ما حصلش مصدر في تحقيق استقصائي كذب عليك وانت اكتشفت ده متاخر جدا بعد ما كان مثلا الحاجه خلاص هتبقى published؟ لا ما حصلش. في التحقيقات الاستقصائيه تحديدا لازم تكوني عامله ريسيرش والهوم ورك بتاعك كويس قوي قبل ما بتروحي عشان تقعدي مع مصدر. يعني احنا بنقعد فتره من 2 ل3 شهور بس في ريسيرش. حلو جدا، يعني بصراحه كلام مفيد قوي. اوكي، دلوقتي معانا السؤال ده بيقول وانت مثلا بتحط او حضرتك اوريدي حطيت المنهج بتاع صحافه الموبايل وانت بتحطه خفت ان الناس تفتكر ان الموضوع مثلا حاجه شبه تصوير السيلفي مش صحافه او حاجه قيمه؟ حصل. اوكي. مره كنت بتكلم مع شخص ما يعني في احد الجامعات، يعني حد قريب قوي مني دلوقتي يعني. وبعدين كنت بقول له صحافه الموبايل في 2019 كان لسه الموضوع لسه بدري جدا. فهو قال لي يعني انت هتجيب فاترينات ونحط فيها موبايلات للطلبه ولا هنعمل ايه؟ فده كان اعلى افيه بالنسبه لي حصل، اللي هو يعني اكيد مش هقف ابيع في شارع عبد العزيز موبايلات، انا هعلم الناس ازاي تصور بالموبايل. بالظبط. بس بعد كده خدوا الموضوع سيريسلي بقى. بعد كده بقى هو حبيبي دلوقتي يعني عارفين ان انا اذكر اسمه، بس هو يعني من المواقف الكوميديه دايما، هو دكتور كبير اللي دايما اقعد افتكرها انا وهو. يعني دلوقتي خلاص بقت الماده بتدرس عنده في الجامعه. بالظبط. ماشي. حصل ولا ما حصلش جبت سبق قبل كده او لقطه قويه جدا بالموبايل كان مستحيل تجيبها بالكاميرا؟ حصل كتير كمان. الموبايل دايما بينجزني. ماشي. بما ان حضرتك دلوقتي بتدرس وبتدي ليكتشرز، هل قررت قبل كده في نص ليكتشر انك تلغي المنهج النظري وتقول للطلبه انزلوا دلوقتي اون جراوند صوروا حاجه بالموبايل از تاسك؟ بس هو تقريبا كله حصل، يعني كل اللي انت بتقوليه ده حصل. انا ما بحبش المنهج النظري، ودايما بطلب من الاساتذه المحترمين الموجودين في الجامعات ان انا لما بكون موجود معاهم ان انا اتكلم في عملي. انا ما بحبش النظري، يعني بشوف ان انا ممكن اكون مفيد اكتر في العملي. ودايما بقول للطلاب الاعزاء يعني شمر ايديك وانزل اشتغل. التنظير هيأخرك سنين. صحيح. حصل ولا ما حصلش بقيت بتفضل دلوقتي الراحه وانك تقعد في المكتب عن انك تنزل تصور تحقيق ميداني في جري وافورت؟ والله ميكس عشان اكون صريح. يعني حصل وما حصلش يعني. في فتره في حياتي من 2013 ل 2021 انا كنت بجري جدا في التحقيقات بره مصر وجوه مصر، ويمكن ده عرضني لمشاكل كتيره جدا جدا فيما بعد. كنا بنكشف قضايا فيها فساد وفيها حاجات كتيره قوي، فيها تهرب من الجمارك، اشتغلنا على قصص كتيره الحمد لله. يمكن كان اخرها قصه ليها علاقه ازاي اسرائيل سرقت بذور القطن من مصر. صورنا في 5 دول بره مصر، وكان تحقيق الحمد لله كبير واتذاع على قناه DW الالمانيه. يمكن دلوقتي الواحد بقى بيفكر شويه في المخاطر اكتر من الاول، يعني ده يمكن عشان اكون صادق. يعني بقينا بنفكر شويه. يمكن قبل كده كان في اندفاع شويه لاثبات النفس، يمكن لتحقيق نجاحات يعني. مفهوم. اوكي. حصل ولا ما حصلش حولت موقف عادي وبسيط جدا لقصة صحفية كبيرة؟ حصل. يعني هو طول الوقت بيكون جنبك قصص انت بايديكي تعرفي تحوليها تبقى قصه كبيره او قصه صغيره. اوكي. ماشي. السؤال دلوقتي حصل ولا ما حصلش مثلا عملت نفسك بتتكلم في الموبايل بس في الحقيقة كنت بتصور حد لأسباب مخفية؟ كتير. كتير قوي يعني. لا عملت ده كتير جدا جدا. وما اتقفشتش ولا اتقفشت ولا الحمد لله ما اتقفشتش. كان زمان كان في ابلكيشنز بتنزل اصلا بتخلي الموبايل يصور هيدن وهو لوكت. ما اعرفش تعرفوا ده ولا لا. كنت بستخدم ده كتير. وهو برضه عشان نكون فاهمين احنا ليه بنصور هيدن. انا بنصور هيدن مش عمال على بطال، يعني ده اختراق للخصوصيه.
احنا بنصور هيدن في حاله واحده بس، اثبات فعل غير قانوني او غير مشروع بس، فوقتها بنلجأ للتصوير الهيدن، لكن مش عمال على بطال بنصور الناس، لا طبعا دي انتهاك كبير للخصوصيه. صحيح. طب دلوقتي بقى سؤال عادي مفتوح، لو حضرتك معاك كل الإمكانيات اللي ممكن تحتاجها لمدة 12 ساعة بس، إيه فكرة التحقيق اللي تحب تشتغل عليه سواء برّه مصر أو جوّه مصر؟ 12 ساعه بس؟ ده انا هعمل فيهم 12 ساعه دي. يعني ليه يلحق بقى؟ آه، آه، هشتغل مين اللي بيدي رخص للتكاتك تيجي مصر جديده؟ ده اعتقد ان اكتر حاجه مش مفهومه ومش منطقيه ومحتاجه دي علامه استفهام كبيره، محتاجه ان حد يقف عليها. يعني كل الناس بتشتكي من التكاتك، حكومه ومواطنين، ازاي لسه في تكاتك جديده بتيجي؟ اعتقد دي محتاجه شويه سيرش يعني. بالضبط والله. كده خلّصت كل الأسئلة، وبجد استمتعنا جدًا شكرا بالفقرة شكرا دي. جدا ليكي.